السلام عليكم. أنا فايزة عبد الله، والقناة بتاعتي سفرة فايزة. هقدم لكم الزبادي البيتي في رمضان للسحور، وسهل جدا. بكيلو لبن عملنا دول، وزي ما احنا شايفينه كده. هبدأ معاكم طبعا الأول بغلي اللبن، وده لبن بلدي. لو انت حابة تعمليه بقى لبن اللي هو العلب، بتاخدي الخميرة بتاعت الكوبايات اللي هي العادية، اللي هي الجاهزة، وتعمليه بيه زي ما انت حابة وهتشوفيه. بصي قدامنا فيديو تاني قريب برضو هنعمل الزبادو برضو بالطريقة البيتي. بصوا حلو جدا. هنبدأ بقى نغطيه بالبلاستيك راب ونحطه في التلاجة، وللفطار حلو جدا، وللصيام، وكل سنة وانتم طيبين. هبدأ معاكم دلوقتي يا جماعة الزبادي، فيديو سريع كده هنعمله. الزبادي كل سنة وانتم طيبين. بدل ما نجيب الزبادي من بره، عندنا الزبادي البلدي، اللبن البلدي. بس ده كان مغلي قبل كده. انا مقربة الكاميرا شوية، عايزاه ما يكونش دسم. ممكن ان انتي تشيلي القشطة بتاعته، بس هو اتغلى ولما برد. بصي اللبن ده طبعا لبن بلدي وكامل الدسم. هو الحقيقة بيبقى طعمه حلو جدا في الزبادي، في الزبادو. فبدل ما نجيب الزبادي من بره، بنعمله دلوقتي. انا هخليه يبقى فاتر خالص، يبقى درجة يعني لدرجة العين، زي ما بيقولوا دمعة العين. هبدأ معاكم دلوقتي الزبادي البيتي. هنعمله ده لبن كامل الدسم، هو اتغلى قبل كده، وانا مستنياه لغايه لما يبقى فاتر، درجه زي ما بيقولوا درجه دمعه العين. او يعني ممكن ان انتي لو حطيتي صباعك كده يعني تلمسيه كده، تحس ان هو دافي. طبعا ده بص، هو حتى في الزبادي بيبقى كامل الدسم. بصوا في القشطه، فانا مقلباها فيه علشان لو حابه ان انتي تشيليه، يبقى تشيلي القشطه ويبقى من غير دسم. ممكن بيبقى افضل الحقيقه من اللبن بتاع العلب، خصوصا للزبادي. هنعمل ايه؟ انا كده ده اللبن دلوقتي فاتر. هحط معلقه عسل، وهحط نص كوبايه زبادي. دي كوبايه زبادي بلدي، انا هحط نصها او اقل من نصها. كوبايه معلقه العسل، معلقه عسل ابيض. عايزه تحطي معلقه سكر، ونضربها كويس مع معلقه الزبادي. نص كوبايه الزبادي او ربع كوبايه الزبادي على كيلو اللبن، او حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. انا غليت اللبن في الحله كده علشان اعرف ان انا اقلبه كويس، واعرف ان انا اغرفه في الاطباق كده. اصبه بقى في الاطباق او في الكوبايات. انا بحب اعملهم الزبادي الحقيقه في الاطباق اللي هي الفخار. بصوا الكيلو اللبن دي الست اطباق، اللي هما دول متوسطين او صغيرين. وهنحط بقى، احنا حطيناهم كده في الصينيه. هحط الميه دافيه، مش دافيه يعني ميه سخنه، بس ما تكونش مغليه. هفضيها هنا في الصينيه كده. وهدفي الفرن شويه، واحط فيها الصينيه زي ما هي، بس ناخد بالنا الميه ما تكونش سخنه، ولا الفرن يكون ساخن قوي
كده بقى هحطه في فرن دافي شوية حسب درجة الجو. لو الجو حر خلاص انا مش هدفي الفرن. بس كده لغاية نص صينية او اقل من النص شوية. هنسيبه بقى في الفرن يعني من الظهر لغاية بالليل كده تقريبا، وهرجع لكم تاني لما ابص عليه.